في قديم الزمان كان هناك ملك عادل وحكيم يدعى هارون، عاش في قصر مهيب يزخر بالفخامة والعظمة. كان للملك 3 بنات جميلات، ليل، سرة، ومريم، وكن يعشن حياة الرفاهية والرخاء. وذات يوم جلس الملك على عرشه المذهب في قاعة العرش، واستدعى بناته ال3. كان في قلبه فضول ليعلم مقدار محبتهن له. سألهن بجدية: كيف تحبونني؟ تقدمت ليل، الابنة الكبرى، وأجابت بثقة: أحبك كالشمس التي تنير العالم. فابتسم الملك بفخر وقال: جواب رائع يا ليل. ثم تقدمت سرة وقالت بهدوء: أحبك كالهواء الذي لا يمكن الحياة بدونه. فهز الملك رأسه رضا وقال: جواب حكيم يا سرة. وأخيرا تقدمت مريم، وهي الابنة الصغرى، وقالت بخجل: أحبك كالملح في الطعام. تجهم وجه الملك واحمر غضبا وصاح بحدة: أهذا ما ترينه في؟ تقديرك لي كالملح في الطعام. لم يتفهم عمق مقصدها، واعتبر إجابتها إهانة، فأمر بطردها من القصر فورا. خرجت مريم من القصر وعيناها تغرقان في الدموع. كانت تسير وحيدة في الطريق المغبر، تودع حياتها الفاخرة وتتجه نحو مجهول لا تعرفه. تجولت مريم في الأرض، وبحكمتها وطيبة قلبها وجدت ملجأ في مملكة مجاورة. تبناها ملك ذات البلاد كابنة له، وأصبحت تعيش في قصره معززة مكرمة. مرت سنون، وفي يوم من الأيام دعي الملك هارون إلى مأدبة في قصر ذلك الملك المجاور. كانت المائدة ممتلئة بأفخر الأطعمة، وبدأ الملك يتذوق الطعام. لكنه فجأة توقف وتغير وجهه وصاح باستياء: ما هذا؟ لماذا الطعام بلا ملح؟ ضحك الملك المضيف ونظر نحو مريم، ثم قال: إنه بطلب من الابنة التي أحبتك كالملح في الطعام. عند سماعه هذه الكلمات انفتحت عين الملك هارون على الحقيقة. أدرك أن مريم كانت تحبه حبا عظيما، لأن الملح وإن كان شيئا صغيرا إلا أنه لا غنى عنه في الطعام، كما أن حبها له لا غنى عنه في حياته. عاد الملك إلى مملكته، وأرسل فرسانه للبحث عن مريم وإعادتها. وعندما وصلت إلى القصر تقدم الملك نحوها وانحنى قليلا، وقال بصوت يملأه الندم: اغفري لي يا ابنتي العزيزة، لم أفهم معنى حبك الصادق. اغرورقت عينا مريم بالدموع، وقالت بصوت راقص بالفرح: لا شيء يعوض حب الأب، وقد سامحتك يا أبي. ومنذ ذلك اليوم أصبحت مريم الأقرب إلى قلب والدها، وأعلن أنها ستكون ولية العهد. فعلم الجميع أن الحب الحقيقي قد يكون كالملح، لا نلاحظ قيمته حتى نفقده.